السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك والتطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه جاك دوجيت بابليك ترانسبورت. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، محملوه اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالنقل العام في دولة بولندا. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعرف وسائل النقل العام في دولة بولندا، سواء بقى عايز تعرف القطارات، الاتوبيسات، الاتوبيسات اللي بتتنقل من مدينة لمدينة، القطارات كذلك الامر اللي بتتنقل من مدينة لمدينة، الاتوبيسات النقل العام اللي بتتنقل داخل المدينة. تقدر تتعرف على الاماكن او محطات الاتوبيسات، تقدر تتعرف اسعار التذاكر، تقدر تقطع تذكرة من خلال التطبيق. كذلك الأمر في القطارات، تقدر تعرف أقرب محطة ليك. بالنسبة للقطارات تقدر تقطع تذكرة، تقدر تحجز المكان بتاعك في القطار، تقدر تعرف المواعيد بتاع القطارات بالنسبة لأي مكان انت رايحه داخل دولة بولندا. كذلك الأمر لو حصل أي مشكلة أو حصل أي حاجة للقطار وإن هو هيتأخر، بيبعت لك إشعار على التطبيق إن القطار حصل فيه مشكلة أو هو هيتأخر شوية. كذلك الامر بالنسبه للاتوبيسات، بتقدر ان انت تتابع الاتوبيس نفسه، مثلا لو هو جاي من مدينه تانية وجاي على المدينه بتاعتك ورايح مدينه بعديها تاني، بتقدر تتعرف على خط السير بتاعه هو فين بالظبط دلوقتي او مكانه فين على الخريطه، وهيوصل امتى بالظبط وقدامه وقت قد ايه عبال ما يوصل. والحاجات دي كلها بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق ده بالنسبه للنقل العام داخل دوله بولندا. مشكلة التطبيق ده ان هو كله باللغة الانجليزية، ان هو مفهوش لغة عربية، ان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، ان التطبيق ده مش موجود في كل البلاد، التطبيق ده موجود في بولندا فقط لا غير. ده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.